اهلا بيكم في حلقة جديدة معاكم حسين عادل. والنهاردة عشان احنا في رمضان وتعودنا على في رمضان نعمل حاجة استثنائية. اتكلمنا عن الجانب الديني شوية، النهاردة هنتكلم عن الجانب اللي هو اللايف ستايل. ومعانا النهاردة كوتش مازن وليد، صاحب قناة بودكاست 5 كوتشنج. ازيك يا كوتش، عامل ايه؟ ازيك يا حسين، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. نتكلم في الاول وعرفنا على نفسك اكتر. ودلوقتي انت بقيتش اللي بتسأل، انت اللي بتتسأل، فانت على كورس الاحتراف بقى. فاحساسك ايه بقى يا معلم؟ هو احساس مختلف طبعا. ان انت بتبقى قاعد مستني اسئلتك تسهل، تقول لك ايه وهتجاوب ازاي وهل هتغلط ولا لا. يعني اللي انت كنت شايل همه، كنا زمان لما احنا اللي كنا بنسأل كان الموضوع ايه؟ انت اخرك جملتين بتقولهم وبتسكت وتفضل قاعد تسمع بقى. فلا، الوقت انت اي غلط هتقوله هيتحاسب عليك، هتعيد المشهد من اول وجديد. يا بس معنات. الموضوع طلع لطيف. طبعا كثرة البودكاست اللي احنا عملناه خلتك ان انت عندك القابلية والفكر ان انت تقعد في اي كرسي، يعني اي كرسي اعتراف ممكن تقعد عليه بعد كده. طب جامد. طب ازاي مثلا بوجهة نظرك ازاي الانسان يدخل في عالم التدريب؟ هي سهلة جدا. هي كل الفكرة انت محتاج تعرف هويتك ايه. الانسان ليه هوية. مثلا انت اسمك حسين ثلاثي، حسين كذا كذا. فالانسان ليه هوية. لازم الاول قبل ما تخش اي رياضة، مش لازم الجيم، اي رياضة محتاج تسأل نفسك ايه هويتك، انت بتحب ايه. مجرد ما عرفت الاجابة بتاعت السؤال ده فانت خلاص انت بتقدر تخلق الشغف بتاعك في مجالك. او بمعنى صح حليت نص المشكلة في ما هو الحتة كده دي. مفيش مشكلة اصلا انت ايه مشكلتك؟ الالتزام بعد كده. ما هو انت مثلا. لو عرفت انت روحك في ايه، هويتك ازاي. يعني انت عمرك شفت واحد النهاردة نام صحى غير اسمه؟ لا. نام صحى غير بلده؟ لا. فهي الهوية دي بتبقى ثابتة. عشت يوم، عشت سنة، عشت 10 سنين، ما بتغيرش هويتك. زي مثلا واحد هو بيلعب سباحة من صغره، اتعود على هوية السباحة. شفته مثلا لما كبر راح لعب تايكوندو، مش هيحصل. طب اللي بيغيره ما كانش من الأساس هويتهم السباحة، اللي هو كان ده ضغط أهل، العب سباحة. فأنت مجرد ما تعرف هويتك انت الموضوع بالنسبة لك أصبح سهل. زي فكرة ضغط الأهل، أنت خش علم وأنت حابب أدبي أصلا، فنفس بالظبط. الفكرة. انت في الاخر بتطلع شاب تخصص هندسة بس هو اصلا اساسه سباك. هو هويته سباك. ليه بتعذب ليه الراجل؟ ما هو هيخش وياخد الشهادة ويشتغل سباك. هي يعني. فاهم بقى الموضوع سهل. طب حلو. اللي عرفته برضك إن أنت مش مجرد كوتش بس، لا أنت كنت كمان محاضر، فبتحاضر وبتدي محاضرات. إيه اللي خلاك تدخل في عالم المحاضرات دي؟ بص، هو الموضوع كان دخولي اصلا مجال التدريب كان اساسه ان انا اتعرضت لاصابه. كنت ساعتها لسه صغير سنا، فانا كان الهدف بتاعي ان انا اوعي الشباب ازاي يحافظوا على جسمهم من اي نوع من انواع الاصابات. كان في منتاليتي، كان في فكره زمان ان علشان اخد الكفاءه التدريبيه من المدرب، يعني المدرب يمرني بكفاءه صح، لازم اكون بدفع برايفت كوتش. واللي يعرفني ويتمرن معايا يعرف ان انا من الناس اللي ما بتحبش البرايفت كوتش قد كده. يعني هو اكل عيش، بس في الاساس بتاعه هو البرايفت كوتش متابعه حياه. انا بالنسبه لي البرايفت كوتش متابعه حياه. انما انت لو هتجيلي في الجيم انا همرنك من اول تمرين لغايه اخرها انا معاك. ده الاساس. ليه؟ لان انا مش مستحمل دعوه واحد يدعي عليا لان هو اتصاب في تمرينه. ما هو ممكن يكون لاعب غلط. انت ما كنتش موجود. ما هو انت ما كنتش موجود، فده اللي هيحصل. انا كنت لاعب رفع اثقال زمان. وحصلت اصابه شديده ادت ان انا عشت 3 سنين بفقره مكسوره قبل ما اعمل اي عمليات. وبعد كده دخلت 7 عمليات، كانت دوامه بالنسبه لي. فلغايه وقتنا هذا اثر العمليات واثر الاصابه لسه عايش معايا، لان انا اصابتي كانت في منطقه صعبه شويه. خلى عندي الشغف والدافع ان انا ابقى مدرب عشان اقدر احافظ الناس على حاجه انا ما اقدرش احافظ عليها. وبعد كده خلاني لما انا ما كنتش قادر بسبب موضوع العمليات ان انا اخش في مجال التدريب اكتر، فاخدت محاضرات منها كانت TOT، وبدات ان انا اقدم محاضرات
للعيبه وللناس اللي عايزه تغير لايف ستايل. لان احنا كان عندنا فكر دايما شائع عن الرياضه وعن اشكالها، وان الرياضه هي اللي بتسبب لك الاصابه. يعني انت لما درست بعد كده انت عندك كذا عامل، ويمكن ده فكره البودكاست بتاعي ان انت بتتكلم عن اللايف ويل. الكذا عامل بتوعك هو التغذيه، التدريب، النوم، العامل النفسي. تمام؟ فالاربع عوامل دول لو انت ما ركزتش فيهم في حياتك وانت بتتمرن وانت عايش حياتك، فانت بتأذي نفسك، مش كتدريب بس، انت بتأذي نفسك في الحياة عامة. فظهر هنا فكرة الفايف كوتشنج، وقبليها ظهر فكرة المحاضر اللي بيتكلم عن التغذية وبيربطها بالعامل النفسي، وفي نفس الوقت ان انا بشجع الناس على الرياضة لان هي شيء اساسي، شيء حياة لأي حد عامة. هو ممكن اقول لك بمعنى صح ان انت يعني انت مثلا فقدت حاجه او مريت بخبره معينه، فانت مش عايز الناس تمر بنفس الاخطاء دي، فانت بتفتح لهم سكه ان هم يبقوا صح، يبقوا اللي هو ليهم حاجات معينه. بالظبط، هو واجب العلم نشره. انت ربنا رزقك بعلم، وانت بتسعى عشان تاخد العلم ده، مش الهدف منه انك تخبيه جواك او انك تلاقي حد محتاج العلم ده وما تديهالوش، او تحتكر العلم ده اصلا يبقى معاك انت بس. مش كل الناس شبه بعضيها، مش كل الناس معاها فلوس، مش كل الناس حتى لو معاك فلوس انت عندك واجبات والتزامات. طب انا يعني ما عنديش واجب، لا انت عندك برضه، بس بص الناحية الربانية. هو انت نساك امبارح عشان هينساك النهارده؟ لا. يبقى ما بتبخلش على اللي قدامك، فاهم؟ يعني هو زكاة العلم نشره. فانت بتقدم زكاة ببلاش. انت متخيل؟ تعالى كده، يعني مثلا احنا قاعدين مع بعض، تعالى نتكلم ان احنا دلوقتي ده بودكاست جميل. فكرته ايه؟ فكرته انت بتدي معلومات للناس، شافها 10 شافها 100 شافها 1000، انا مش فارقه معايا، بس فارقه معايا في الثواب اللي هيحصل بعد الحلقه دي. فاهم قصدي؟ فهي دي الفكره. وكمان تكون صدقه جاريه لو حد لا قدر الله يعني. بالظبط. انا عملت حلقه بالمناسبه، يعني عملت حلقه اتكلمت فيها عن 6 اكتوبر. حصل. كانت مع سياده العميد محمد مصطفى. هو رحمه الله عليه مات بعد الحلقه بشهر. الله يرحمه يا رب. جاء اهله كلموني، ويمكن دي من المواقف اللي اثرت فيها جامد جدا. واحنا في العزاء، بعد العزاء طلبوا مني الحلقه. قالوا لي بابا ما عملش قبل كده. بابا حضر حرب اكتوبر، وكان كل سنه في اليوم ده كان يقعد معانا ويحكي لنا، كان يجمعنا في البيت ويحكي لنا عن الحرب وازاي هو دافع عن بلده. وكان ساعتها لسه شاب صغير، وعمره ما طلع على التلفزيون. هو اللي كان بيرفض، ما كانش بيحب ان هو يطلع على التلفزيون يحكي القصة دي، لان هو لما جه حكاها لي بشكل مختلف جدا عن اللي بتعرض في التلفزيون. فهو كان رافض الفكرة. شكروني وقالوا لي شكرا ان انت اديت لنا ذكرى نتفرج عليها كل ما يوحشنا. وسبحان الله، يمكن من الحلقات اللي رفعت عندي المشاهدة شوية هي حلقة سيادة العميد. كانت الحلقة الأكتر مشاهدة ساعتها. وكأن ربنا كان عالم بأن الحلقة دي هتبقى تحت محور الذكرى الخالدة ليه هو. الله يرحمه يا رب. فسبحان الله، احنا مجرد أسباب، يعني احنا مجرد أسباب ماشيين في الأرض. فكرتنا كلها ان احنا بننشر العلم وننشر الأفكار ونوعي الشباب اللي احنا الناس منهم، ان احنا جزء منهم. احنا شباب اصلا. بالظبط، حاجه زي كده. اقول لك احنا جزء منهم. فاحنا اتعلمنا حاجه في الدنيا، وهدفنا ان احنا نوعي الناس ان احنا جزء منهم. صح. بس الموضوع سهل. طب حلو، نطلع نفصل شويه في التغذيه. بص، التغذيه قاعدين يقولوا لنا بقى ممنوع ممنوع ممنوع، محظور. لا يا باشا، انا لما ببقى جعان بقعد في ريليشن شيب بيني وبين الثلاجه. انت بتقول ايه يا باشا؟ بص، التغذيه زيها زي فكره البودكاست بتاعك اللي هو فكره الفايف هيستوري. تغذيه ليها شائعات تاريخيه. يا لهوي. فيمكن احنا عندنا فكر غلط ناحيه التغذيه. وده يمكن اكبر اذى، اللي هو انا النهارده بوظت فببوظ كل حاجه، يا صلح كله يا بوظ كله. ما عندكش انت عندك يا ابيض يا اسود، ما عندكش فكره الرمادي. ويمكن دي من الاجزاء
اللي دمرت المجتمع اليومين دول، فكره المثاليه الفاضيه. او فكره إن برضك الحته اللي هو الوصول للكمال دي حاجه اصلا خرافه. هي المثاليه. ايوه انا ببحث عن المثاليه. وده خرافه اصلا. عارف فكره ايه؟ انا هتمرن يوم السبت. اشمعنى السبت؟ اشمعنى هعمل دايت يوم السبت؟ ده عشان اول يوم. فاهم. فانت بتدور على المثاليه. انا هبدا اول الاسبوع. فانا الاساس بتاعي ان انت بتبحث عن المثاليه. طب هل اللي هيبدا يوم السبت بدا يوم السبت فعلا؟ لا، مستني السبت اللي جاي. ما احنا لسه، ما احنا النهارده ايه؟ فاهم الفكره؟ فالموضوع بالنسبه لي منقسم ان المثاليه هي اللي بتشدك للهلاك. انا مش هبدا الا لما يبقى معايا فلوس. انا مش هبدا الا لما يوصل لمرحله كذا. انا عايز يبقى الاول انا عندي ظرف مثلا هعديه، اصلا انا لسه في الكليه، اصلا انا لسه في المدرسه، اصلا انا لسه كميه ظروف بتمنعك عن المثاليه. طب هل ده سبب وعائق يخليك ما تعملش الحاجه كويسه ليك؟ لا. طب ما احنا عندنا في اللون الرمادي ده الميكس ما بين الابيض والاسود. طب وفيها ايه؟ ابدا بنص الموجود. يعني مثلا مثلا التغذيه انقسمت لنوعين، وده المدارس الحديثه بتتكلم فيها. زمان كانت المدارس يعني سيئه جدا في الدايت، ويمكن ادت الى وفاه بعض الناس بسبب ان هم مشوا على انظمه صعبه شويه، فما استحمل جسمهم، ما استحملش، فحصل هبوط في الدوره الدمويه، فادت الى وفاتهم ورحمه الله عليهم. فالفتره دي احنا بنتكلم ان انت نظام الدايت منقسم الى شقين. النظام الغذائي منقسم الى شقين، وده يمكن ده جزء من المحاضرات اللي انا بتكلم فيها. يعني دي اهم بوينت بحطها في المحاضرات عندي. الجزء الاول وهو اسمه الدايت اللي احنا عارفينه، وده لناس معينه. يا اما انت داخل بطوله، يا اما انت عندك ايفنت معين. الايفنت ده انت لازم تعمل ليه دايت معين عشان تخس وزن معين في خلال فتره معينه. يعني دي اكبر كارثه من ضمن الشائعات اللي بتحصل، ان انت النهارده قطع نشويات وقطع وماشي في دايت قاسي جدا جدا جدا، وتيجي بعد ما تخلص الايفنت بتاعك تضرب. مبروك عليك الهلاك، والله العظيم مبروك عليك. دي اكبر مشكله. ويمكن ده حصل قدامي لما كنت بعمل دايت في اماكن خاصه دكاتره التغذيه، فحصلت حاله وفاه قدامي بالشكل ده. هي واحده بعد خطوبه او بعد فرح معين ماتت، جالها سكته قلبيه. ايوه بسبب الاكل الكتير. لا، بسبب ان انت كنت حارم جسمك من حاجه ما بتخشلوش خالص فتره طويله، وهوب في لحظه واحده جيت ضربت كل حاجه مره واحده بكميات كبيره جدا. ما هي لها علاقه بالاوعيه الدمويه، الجسم مش هيستحمل. فاهم؟ فانا كان عندي سؤال واحد، ليه هي ماتت؟ انا كنت لسه ما اعرفش حاجه. ليه هي ماتت؟ طب ذنبها عند مين؟ هل هي عشان هي مش عارفه، ولا عند دكتور التغذيه ان هو ما قالهاش، ولا عند مين بالظبط؟ ولا هي كانت عارفه وكبرت دماغها؟ المهم عشان ما نخرجش بره موضوعنا، ده الدايت ان انت بتجري في ليفل معين للوصول لهدف معين في فتره معينه. بعد الفتره دي الدايت بتاعك من النظام نفسه بيتغير. خلصنا الايفنت، خلصنا البطوله، بيحصل تغيير للنظام بتاعك بحيث ان انت تبدا تواكب جسمك للمرحله اللي بعديها. تمام. طيب النظام التاني، وده يمكن النظام المحبب الى قلبي حاليا، وده اللي انا متبعه حاليا، اللايف ستايل. بمعنى ده نظام الوقوف عن الممنوع منهم السكريات، المقليات، كل الكلام الحلو ده، والثبات على كميات الاكل المعينه ليك. يعني انت مثلا انت مثلا طاقتك اليوميه بتاكل مثلا طبق رز مثلا حجمه 200 جرام. ماشي، هنقلل نص 100 جرام، ده بالنسبه لك عادي. جميل. لما تقلل نص الاكل اللي بتاكله مش هتزعل، وتعيش عليه بقى مدى حياتك. تعيش عليه مدى حياتك. ده اللايف ستايل، ان انت لو عشت عليه مدى حياتك ما يزعلكش. في نفس الوقت انت عايش حياتك طبيعي، صحتك كويسه، جسمك مش مترهل، مفيش كرش، كل الكلام ده من خلال نظام اللايف ستايل. انا من الاخر كده مش بوصل لنزول جسمي مره واحده، لا، انا ماشي براحتي خالص، باكل اللي نفسي فيه براحتي خالص، وفي نفس الوقت محافظ على السعرات الحراريه بتاعتي. فده اللايف ستايل.
ممكن في يوم انا مثلا عامل حسابي ان انا هخرج مع حسين، مم. فاليوم ده كمان اسبوع، فممكن اروح مقلل الاكل بتاعي نسبيا، واجي اليوم ده اضرب انا وحسين مثلا برجر، او مثلا اضرب اي حاجه. الفكره ان انا هبوظ اللايف ستايل. اوكي. ما يزعلش مني مم. اللايف ستايل، ما يزعلش. عبيت ميه، خزنت ميه، عملت كذا عملت كذا، زدت في الوزن، مش هزعل. ليه؟ لان ده لايف ستايل. مم. هرجع تاني. فده المجمل العام للنظامين. احنا عشان نبدا مش لازم نبدا دايت، لان احنا النهارده الدايت بتاعنا يا حسين لو هنعمله ميزانيه الدايت اليوميه محتاجه كارد يومي. كارد يومي، ايوه مش كارد شهري ولا كارد سنوي، لا هو كارد يومي. ايوه عشان تدخل مش عارفه 5 بيضات ومش عارفه نص كيلو صدور يوميا، ومش عارفه فكره ايوه، الورقه اللي بيدوها لنا في الجيم ما دي. بقول لك بقى الفكره يعني ان انت النظام نفسه صعب جدا. اه. فالاساس بتاعك هو اللايف ستايل. شوف البيت عامل ايه يا باشا، كل البيت كل البيت عامله، أيوة. ده لايف ستايل عادي جدا، انت تقدر تعيش عليه. بس كل الفكره هتقلل من الكميات اللي انت كنت بتحطها في اكلك بس، وعيش حياتك. عيش حياتك يا صاحبي، الموضوع سهل. الموضوع ممكن يكون بالتدريج برضه، مش فكره مره واحده تك مره واحده تك. انت نفسك هتتشجع. اه يعني لو مشينا على اللايف ستايل ورحت اتمرنت، وبعد اسبوع لقيت جسمك فرق، بعد شهر لقيت جسمك كبر، بعد شهرين لقيت الناس بتقول لك ايه الجمال ده، طب خدنا معاك، شجعنا معاك، فهتلاقي نفسك عايز توصل للاحسن من اللي انت فيه. فمثلا ايه، هتبدا تسال طب انا اكل ايه علشان احسن من الكفاءه العضليه عندي، اكل ايه عشان احرق الدهون اللي عندي مثلا في اسفل البطن، فاهم؟ فكرة برضك ان عايز اقول لك على حاجة، ان هو كل مرة سواء الناس اللي بتتمرن جيم او بتاخد دايت لازم شوفان 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 هو احنا ليه بنحب الشوفان؟ لانه بيدي طاقة على المدى، في نفس الوقت بيشبع، في الياف. بس هي مشكلته ان الناس ما بتحبوش. فهي الفكرة انك لو ما بتحبوش ما تاكلوش. انا كنت واحد بعشق الشوفان لدرجة ان انا كنت ممكن اقطع عليه موزة واكله كده ناشف كده، فاهم؟ انا ما كنتش بؤمن ان لازم الشوفان يتحط عليه لبن او ميه، لا هو انا كنت باكله كده. فانا واحد مثلا دي المنتاليتي بتاعتي، وده معدتي بتستحمله. في ناس ما تقدرش تستحمل اصلا طعم. انا ممكن مثلا استحمله مثلا معلقة، بس لازم يا لبن يا مية معاه. انا مثلا كنت انا في انظمه كنت بحطها للعيبه، ما بيحبوش الشوفان وما بيحبوش الجبنه القريش. اللعيبه عندي ما بيحبوش الاثنين. كنت اقول لهم على وصفه يعملوها في الجبنه القريش، واروح مدخل يعني الجبنه القريش دي اروح حاططها في الشوفان، بتخلي الشوفان دايب بشكل لطيف جدا، طعمه مقبول، والجبنه القريش طبعا مدياله سنه، وهو كرف على الجبنه القريش فغير طعمها. فعمل ايه؟ عارف، جابوا حاجتين مش حلوين بالنسبه لهم، حطوهم مع بعض فعملت حاجه حلوه فبياكلوها، فاهم؟ فهي دي اللعبه، دي اللعبه، ان انت تعمل نظام تخلي اللاعب يقدر يحبه، مش ياكله عشان هو مجبور. لانه لو مجبور هياكله مره مرتين 3 شكرا، الموضوع انتهى، فاهم؟ هيجي هو مش هيقول لك، بس هتيجي بعد كده تلاقي كفاءته في التدريب قلت. ايه يا حبيبي انت بتمشيش على النظام بتبوظ؟ يقول لك لا والله يا كابتن انا ماشي على النظام مظبوط. فتيجي مع الوقت تيجي تساله طب اخبار الوجبه دي ايه؟ يقول لك لا انا هوقفها، بس والله ما حطيتش حاجه مكانها. طب ما ده حاجه غلط يا حبيبي، ما دي مشكله، انت عملت عجز اكتر من انا اعمله لك، فاهم؟ فسببت ان انت عندك خلل تدريبي، طاقتك قلت. بس الموضوع سهل، الموضوع بس محتاج فكر، وحد يكون كويس يتابع معاك كويس ويحط لك الاكل اللي انت هتحبه مش اللي انت هتبقى مجبور عليه، والموضوع يبقى ماشي حلو. طب دلوقتي احنا عرفنا ان انت كنت بتتمرن اصلا ووقفت، وعرفت ليه وقفت بمعنى صح. طب انت لو رجع بيك الزمن وهتتمرن، ايه النظام اللي انت هتمشي عليه عشان تحضر نفسك في البطولات عامة؟ بص، انا كنت زمان بتمرن، كنت بحضر لكمال اجسام، بطولة كمال اجسام، فكان نظامي ساعتها صعب. ممكن مثلا لو جيت قلت ان انا بتمرن 5 ساعات يوميا على مدار الاسبوع، ما كنتش برتاح الراحة اللي انت متخيلها. كان ممكن يوم الجمعة
وكنا نطلع الجمعه الكارديو برضه، ما كناش بنسكت يعني. الواحد ما كانش ما انت عندك بقى، انت كان عندك حلم، انت بتعمل المستحيل عشان الحلم ده. فطبعا الطاقه اللي انت كنت بتبذلها كانت كبيره جدا. في نفس الوقت انت لما حصلت لك الاصابه، هي الاصابه كانت موجوده الى حد كبير، لما انت بدات الاصابه تشد عليك اكتر وتحصل مواقف ضغطت عليا نفسيا، وقفت الجيم وقعدت للمواقف ديت ونسيت نفسي. لو جم سالوني طب انت كنت عايش الفتره اللي انت كنت عايشها فقره مكسوره من جسمك وبتتمرن 5 ساعات، اقول لهم طيب وهي السبب ان انت دخلت العمليات؟ اقول لهم لا، انا لو كنت حافظت على التدريب بتاعي وما وقفتوش ساعتها، انا كنت فضلت عايش من غير عمليات لغايه الوقت ده يعني. سبحان الله طبعا. وفي الاول اللي ربنا كاتبه ليك هو ده اللي هيكون، هو ده الخير ليك. احنا بس بندي امثله خاصه بالواقع، ان انت لو عشت بتحافظ على جسمك بالرياضه حتى وانت عارف ان انت في فقره مكسوره، هتفضل لفتره كبيره جدا مش محتاج عمليات. فالسبب الاساسي هنا كان العامل النفسي عندي، كان وقع بشكل مش طبيعي، خلاني دخلت في جو اكتئاب. وتقريبا جو الاكتئاب ده قعدت فتره عليه كبيره جدا، ممكن كانت تتعدى 2-3 سنين. فما رجعتش لكمال الاجسام يعني. حاليا انا بتمرن بس مش 5 ساعات. انا كنت بقى دلوقتي بتمرن ساعه 45 دقيقه. ممكن يوم اتمرن ويوم لا، ممكن اقعد 3 ايام بتمرن فيهم، بس محافظ على جسمي، محافظ على الشكل بتاعي. لان برضو انت رجعت المجال بتاع التدريب تاني، فلازم ان انت تكون قدام اللعيبه جسمك مش ضعيف. الضعف عامه ده شيء سيء جدا لاي انسان. و يعني من ضمن الاحاديث، يمكن مش الاحاديث القويه، ان قال ان الشخص القوي يعني افضل يعني عند ربنا من الشخص الضعيف. هو المؤمن القوي افضل واحب من المؤمن الضعيف. الله ينور عليك. فهو ربنا زكى المؤمن القوي، الاتنين مؤمنين بالله والاتنين ربنا بيحبهم، بس هيفضل القوي. بالظبط. الدنيا افضل ليه؟ لان اولا المؤمن القوي ده بيشد همته اكتر ناحيه الصلاه، بيشد همته اكتر ناحيه يعني طاعه ربنا. فلو انت ضعيف، اي موقف هيحصل في حياتك هيوقعك، هيخليك تتجنب اي حاجه. هو المؤمن القوي مش قوي بدنيا بس، ده قوي ذهنيا ونفسيا. هو نفسيا وبدنيا كل حاجه. لا هو عامه كل حاجه، اذا كان نفسيا او اذا كان جسديا. هو انت كده مؤمن، فروحانيا انت كويس. احنا مش مالناش دعوه، هنتكلم قوي ازاي. فاهم؟ لان الضعيف ده بيبقى بيت للشيطان. الضعيف ده بيت للشيطان، الضعف عامه بيت للشيطان، او نفسه الاماره بالسوء برضه نفس الفكره. النفس الاماره بالسوء هي ده جزء اساسي في حياتنا. انت قوي نفسيا، يعني بتحارب نفسك وبتحارب جسمك وبتحارب الشيطان. ده القوه اللي بنتكلم فيها. انما لو انت ضعيف، لا انت هتحارب ده ولا ده ولا ده. كل وجع هيحصل لك هتقف مكانك وتقعد، مش هتكمل. فالاساس بالنسبه لنا هو ان انت تحضر نفسك انك تكون قوي، وابدأ من جديد مع نفسك. بس الموضوع سهل، ومش فارقه كنت ايه زمان. ما تحطش الماضي مقياس ليك. الماضي بالنسبه لنا خلاص، ده عامل حال من المحال. انت كنت ايه زمان مش مشكله. لله الملك، يعني لله الملك الاعلى، هو اعلى حاجه، هو الثابت، هو كل حاجه بالنسبه لك. بعد كده كل حاجه تتغير بعديه. احنا بنتغير، جسمنا بيتغير. فطول ما انت عايش، طول ما انت تتغير للاحسن او للاوحش، فده مش مقياس ليك. انت تسعى ان انت تحافظ على نفسك. وبص، هو في كلمه انا معترض عليها بحكم ان انا مدرس تاريخ اصلا، اللي انت تنسى الماضي. لا، هو مش تنسى الماضي، هي الفكره ان انت تتعلم من الماضي ده، تاخد منه الايجابيات. عندي ايجابيات 1 2 3 والسلبيات 1 2 3. فالايجابيات هنا بتعمل حاجه اسمها تقويم لنفسك، ان انت الايجابيات دي بتعززها وبتقويها، والنقاط الضعف بتعمل ايه؟ بتعالجها، او بتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تقويها او الحاجات اللي تعوضها عن الضعف ده. بس دي الفكره. اسالك سؤال،
في الماضي بتاعك. اوكي. احنا كنا ذكرنا حرب اكتوبر صح. تخيل انت تفضل لغايه النهارده انت فاكر فرحان بالانتصار اللي احنا عملناه، بس تفضل بقى خايف ان هم يهجموا علينا تاني ويخلونا نمشي من البلد بتاعتنا ونروح بلد تانية عشان احنا خايفين نموت والكلام ده كله. تخيل الخوف ده ممكن يسبب فيك ايه. يسبب لك لغايه النهارده عائق للحياه. هتنسى ان انت تستمتع بحياتك. انسى الماضي، مش قصدي ان انت تنسى التجارب اللي انت عشتها، ما تخلوش يأثر فيك، لان الماضي بالنسبه لك هو السبب رئيسي لتكوين حياتك النهارده. انت ما تنساش حاجه. انت افتكر، بس ما تخليش الفكر ده يأثر فيك النهارده. وما تخليش خوفك من المستقبل يأثر فيك النهارده. احنا النهارده، لا احنا امبارح ولا احنا بكره. فالموضوع مبني على النهارده. لما يجي بكره نبقى نتكلم. صح ولا انا غلطان؟ صح. ممكن افتكر جملة ايه، تعال نتكلم اكتر عن فكرة رمضان. احنا اصلا شوية كده ورمضان هيخلص، تمام. ورمضان لما بيخلص احنا عندنا طبعا في رمضان الكنافة والقطايف وي. ففي ناس بتخش تطلع من رمضان، يا اما ناس بتخس يا اما ناس بتزيد. وكمان احنا داخلين على العيد في حته بقى ايه، البيتيفور والكحك والبسكوت والغريبه والليله دي كلها يعني. فايه الدنيا؟ بص هقول لك على حاجه. احنا لسه بنتكلم في نظام اللايف ستايل. حلو. انا عندي لعيبه الانظمه بتاعتها فيها قطع من الكنافه او من اختياراتهم عامه السكريه. ايوه. ودي من الحاجات اللي بتشجع اللاعب ان هو يكمل عادي. ليه؟ لان هو النظام مرغوب فيه عادي. النظام مش وحش، انت مش منعه. فبالتالي عارف انت لما تبقى ولي امر تعامل مع ابنك معامله الصحاب، فمش هيخبي حاجه عنك. فاهم قصدي؟ والله كده زي ما بقول لك. الاساس بتاعنا ان احنا بنحط في النظام بتاعنا جزء مخالف بسيط في ايام زي دي. ما انت مش هتكمل معاه، هو شهر. فالشهر عادي يعني مش مشكله، ضيع منه ايه جزء بسيط بالنسبه لنا في التارجت بتاعنا. مش هنزعل طول ما فيش بطوله، طول ما فيش هدف، طول ما فيش ايفنت. فاحنا بالنسبه لنا مش زعلانين. مش لازم اخد كميه. يعني انا مش لازم اكل 6-7 كيلو مثلا بسبوسه. ليه اكل 6-7 كيلو؟ ليه ابقى انا متضايق شويه اقعد بالليل مع نفسي كده وامسك طبق البسبوسه اروح مخلصه وافضل لسه زعلان؟ طب ما انت الزعل ما راحش. او خربوش الشاي معاه. انت حبست انت حبست دمك بكوبايه الشاي. فاهم؟ ولو لو شاي اخضر انت نسفت بالنسبه لك، نسفت الجريمه. يا مزاج. فاهم؟ فالمهم ليه يوم ما باجي اكسر بكسرها كلها؟ طب ما انت ارضي بقليلك. يعني خد المربع الصغير ده مثلا، تعالى مثلا وقت الكحك والبيتي فور خد كميه بسيطه. ما تحرمش نفسك. يعني ما تحرمش نفسك من فكره الحلو. لا، خد الحلو بس خده بكميات بسيطه بحيث ان انت تقلل من اضراره الجسديه ليك. فاهم؟ والناس اللي بتلعب رياضه عامه هتفهم قصدي. انما بقى اللي قاعد مأنتخ في بيتهم هو ده شايف ان هو 2-3 مالهم يعني اليومين 3. انت بتدخل سعرات حراريه لمدار شهر. اليومين 3 دول انت بتدخل سعرات حراريه في مدار شهر. فما تقوليش مالهم 2-3، لا مالهم كتير. مالهم كتير. انت بتتكلم بس على البيتي فور. ده لسه بقى، ده انت لسه في ناس بتقدس العيد ده كأنه العيد الكبير وبتاكل فتة. فاهم؟ بياكلوا فتة في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. والله زي ما بقول لك كده. طب تخيل تفطر فتة وتتغدى فتة وتتعشى فتة ومعاها بيتي فور مثلا وخربوش الشاي عشان بس الحمو اللي بيبقى عنده. فلا، احنا لو هنوجه كلامنا فاحنا بننصح الشباب اللي منتخ فوق، وبنشجع الشباب اللي بيتمرن كمل وحافظ. فاهم؟ احنا كده بنقدم الرسالة كاملة. لا انت هنا تحرم نفسك ولا انت هنا تحرم نفسك، انت بتحافظ. عشان تبقى انت اقوى صورة من نفسك. انا مش هستفيد حاجة ولا انا هاخد ميدالية شرف على حسك. انا بس كل الفكرة ان انا بتابعك عشان تبقى افضل صورة من نفسك.
بس والموضوع بينتهي. وغير كده كمان فكرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا برضك ان هو الانسان معدته تلت للطعام وتلت للشراب وتلت للتنفس، فانت ما تملاش معدتك كلها فانت وتلاقي مش عارف تاخد نفسك اصلا. بص اقول لك على حاجه، كل حاجه العلم اكتشفها النهارده ربنا سبحانه وتعالى كتبها في كتابه وانزل الوحي على النبي بيها صلى الله عليه وسلم. فاحنا مجرد بنكتشف حاجات اتكشفت من 1200 سنه او 1400 سنه كمان. بقول حاجه اكتشفت من فتره، من اكتر من 1200 سنه عشان بس ما ابقاش انا غلطان، من اكتر من 1200 سنه. تمام. فليه احنا كل الفكره بنتعلم حاجات العلم بيكتشفها وبيديها اسباب، تيجي تبص في القرآن تلاقيها مكتوبة، تيجي تبص في الأحاديث تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها، فتقول لا أنا ما اتعلمتش حاجة جديدة، أنا كده ما فتش المجتمع بحاجة، أنا بس كل فكرة عرفت السبب هو ليه لازم نعمل كده. يعني مثلا من ضمن الأسباب في رمضان أنا مثلا بحب قوي أفطر في رمضان 3 تمرات. ال3 تمرات سنة معروفة، سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جيت أكسر يوم وضربت سمبوسة، عايز أكسر روتين. ليه أنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل في معدتي اليوم ده. ما كنتش مرتاح لا في الهضم ولا في أي حاجة، وسألت نفسي، يعني أنا من النوع اللي أحب أسأل نفسي وأطلع ريزون مش علمي، أنا بس عايز أعرف ليه حصل كده في جسمي. فجالي كده اللي هو حاجة بسيطة كده. أولا ال3 تمرات دول هما كمية الفوائد اللي فيهم غير طبيعية. بتشغل جسمك، انت جسمك راكد من امبارح من ساعة الفجر. هي يعني بتحفز جسمك كده اللي هو يلا صحوا النوم، ده في بعد شوية يعني أكل جاي. اعتبر نفسك لسه صاحي من النوم ساعتها. لو انت لسه صاحي من النور وهتفطر، تفطر ايه؟ سندوتش ولا تفطر رز اكيد سندوتش، ملوخيه؟ اكيد سندوتش. طب ليه بالظبط بتاكل حاجه خفيفه؟ ليه؟ لان انت لو هتدور عربيه مش هتجيب رابع، هتجيب اول لا وهتسخن لسه. احنا مش هنجيب اول، احنا هنسخن وبعد كده هنبدا نتابع الدنيا. بنكسر ب3 تمرات لان هم تقريبا من الفوائد اللي فيهم انت الجسم نفسه بيبقى مرتاح طول اليوم. لو انت عملت فيه ايه بيديلك طاقه، بيشجع الجسم انه يبدا يستقبل اللي جاي. تمام. ده غير الفوائد اللي لسه قايل لك عليها، هو فيه كميه فوائد حلوه جدا. غير ان انت بتعمل سنه، فانت دين ودنيا، فانت بتكسب كل حاجه. هتصلي المغرب هتيجي تاكل يا باشا كل اللي انت عايز تاكله. انت خلاص جسمك بقى متأهب ان هو ياكل. فالموضوع سهل. فانت لو خدت بالك احنا لو اتبعنا السنن المفروضة علينا هتلاقي الدنيا معانا ماشية زي السكينة في الحلاوة. هتلاقي كل حاجة مش يعني بتيسير ربنا لينا. من اول من اول اذكار النوم لغاية ما بتخلص يومك، فاهم؟ فالموضوع بالنسبة لك بس محتاج تركيز وتسعى. مفيش حد بيسعى ما بيلاقيش نتيجة عامة. بس طب بما انك بقى كنت كوتش، ايه نوعيتش بقى ليه طالما كنت فعل الماضي ده وما زلت كوتش لحد دلوقتي، ايه من الناس او ايه الشخصيات اللي تعبتك في تمرينهم او اللي هو بيتعبوك بقى في وسط التمرين؟ لسه امبارح لا اله الا الله. بزعل قوي من الشخص اللي كل شويه يبص على نفسه في المرايه ويسال نفسه فين التغيير. هو بيحس ان هو عنده نقص داخلي. هو الشخص اللي بيبقى بيبص على نفسه كل شويه في المرايه اللي هو انا عايز يعني في ناس تحس انها بتبص على نفسها في المرايه عشان تبص على الحلو اللي فيها. وفي ناس بتبص على العيب اللي هو انا حاسس ان انا النهارده ما زدتش، النهارده حاسس ان انا معبي ميه، النهارده مش عارف. طب ده سلبي. ده عنده نقص بيخاف. وده اقدر اقول ان هو اتعرض لاذى نفسي شديد
من تنمر، من كلام ناس مش افضل حاجه، خلى شخصيته ضعيفه تجاه نفسه. فاللي انا قصدي معاه ان انا بحب ان دايما اي حد بيتمرن معايا او اي حد بيتابع معايا عامه، احب ان هو يبقى دايما شايف نفسه افضل صوره. والنهارده انا افضل صوره من نفسي، فكل يوم نفس الكلمه. طب هقول لك على حاجه برضك ممكن ازود لك عليها في حته ان انا برضك كنت بدرس في علم النفس وكده، ان مثلا ان الشخص ده بيبص في المرايه ويلاقي نفسه اللي هو انا ما عملتش حاجه مش عارف ايه وكده. ممكن برضك بسبب تاثير السوشيال ميديا، يعني ما ننكرش حاجه زي كده، ان هو يشوف الناس اللي تك مره واحده من هنا لتك كده. دي لقطه مونتاج واحنا عارفين ان هي لقطه مونتاج تك تك خلاص. اما فكره ان انا التغيير ذات نفسه هيجي مره واحده تك تك، لا هو مش مونتاج ومش كام واحد بيبص على السوشيال ميديا؟ بمعنى كام واحد شاف الفيديو اللي هو تك تك كده؟ هو ما السوشيال ميديا اكيد كتير. خليك معايا بس. كام واحد شاف السوشيال ميديا؟ اكيد كتير، ما هو كتير. كلنا نفس النظرة. هنا اللي بتختلف تختلف ايه اللي بيختلف فيها بقى؟ هقول لك بمعنى صح. انهي اقدم، الاسرة والاصدقاء ولا السوشيال ميديا؟ ماشي، انا بقولش ما انكرش ده جزء اساس لان ده كان معاك. بص يا صديقي، القصد ان في اساس مبني، الاساس المبني غلط، فاللي جاي بعديه كله غلط. في واحد بيبص على نظرة السوشيال ميديا دي ان هي نظرة بس تسلية وقت. انا واحد بفتح السوشيال ميديا بتفرج على ملخصات الافلام، ما تفرقش معايا بقى مين قتل مين ومين راح فين ومين جا منين. انا بس كل فكرة بس بفصل دماغي شوية، فاتفرج على ملخصات الافلام افضل اضحك عليها. بس في ناس تفضل حاسة بالنقص جواها، تفضل بتداوي نقصها ده في حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا. محمد رمضان جاب عربيه ايه النهارده، مش عارف مين معاه ايه النهارده، مين كسب ايه، مين راح فين، ماتشات ايه. فاهم قصدي؟ فانا بتكلم معاك ان استغلال السوشيال ميديا اذا كان ايجابي او سلبي هو ليه علاقه بالنقص اللي جوانا. وكل واحد بيحط السوشيال ميديا في المنطقه اللي هو بيهرب بيها. يعني احنا كلنا بنهرب بالسوشيال ميديا، هو عالم افتراضي في الاول وفي الاخر. انما في واحد بيعرف يستغله صح، وفي واحد ما يعرفش يستغله خالص وبيدمر نفسه اكتر. ده بالنسبه له زي القنبله الموقوته. فهمت قصدي؟ بس زي ما قلت لك هو الاساس، احنا بنتكلم في الاساس دايما. ما فيش حد عنده مشاكل نفسيه، عنده ضغط في اي حاجه في حياته، عنده افكار سلبيه في حياته، الا لو كان الاساس بتاعه نفسه في مشكله. اللي هو فكرة اللي انت بتلوم بائع السكين وما بتلومش حامل السكين اصلا. بس الفكرة مبنية على الاساس اللي انا قلت لك عليه. انما دورنا ان احنا خلاص انت اتأذيت، حلو، ماذا بعد؟ انا عايز افوق وانسى. يعني عايزين نفوق وننسى اللي حصل في الماضي ونعيش حياتنا. فاهم؟ يعني ده الاساس بتاعنا النهاردة، ان انت لازم تكون افضل صورة من نفسك عشان نفسك، مش عشان حد. هو مش اساس بالنسبه لك. اصلا النهارده نجحت في الثانويه العامه، حد هيسقف لي؟ لا. طب سقطت في الثانويه العامه، هيفضلوا قاعدين متربصين لي. فهمت قصدي؟ فهم مش موجودين الا للسلبي بس. فما تخليهمش ليهم يعني قوه لحياتك، ما تخليهمش هم اللي بيأثروا في حياتك. تقولش انا لازم اعمل كذا عشان اكيد فلان، انا لازم اعمل كذا عشان لو عملتش كذا هيطلعوني مسرح. مين دول يطلعوك مسرح؟ انت ليه بتتكلم على اساس ان هم اساس في حياتك؟ مفيش حد اساس في حياتك الا نفسك، ومن ثم اهلك. يعني انت النفس الاول، انت عايز تعمل ايه اعمله، طول ما هو بعيد عن صح وغلط او حلال وحرام اعمله. لا بتكلم برضك في ناس هتعترض في حاجة زي كده وتقول الأهل رقم 2 ازاي ده الأهل مش كذا وكذا كذا. هو معلش أنا آسف، مع احترامي، هو كده كده الأهل أنت عليك البر وكل حاجة تمام، بس هو مين اللي هيتجوز، أنت ولا أهلك؟ أكيد أنا. مين اللي هيخلف، أنت ولا أهلك؟ هم قاموا بدورهم معاك خلاص، شكرا. ادوا لك النافع وادوا لك الضار، وأنت عليك الاستفادة من النافع والبعد عن الضار. بس هو دورهم انتهى. فاهم؟ وبعد كده بتبقى أنت اللي عليك، أنت اللي بتراعي أهلك.
هو لهمش دعوه بحياتك، انت اللي بعد كده بتراعيهم بعد كده. فهمت؟ لان هو بعد كده مع العمر هم اللي هيبداوا يصغروا وانت اللي هتبدا تكبر، فانت اللي هتشيل مسؤوليتك ومسؤوليته. فما تقوليش اصل الاهل رقم، لا، هو كده كده الاهل كمكانه هم في القلب، ما لهمش علاقه بواحد واثنين. انما اللي انت بتعمله في حياتك مبني لشخصيتك انت. انت اللي هتخلف وانت اللي هتتجوز وانت اللي هتعيش حياتك، وانت اللي هتنجح وتبني كاريرك اصلا. محدش ليه دعوه بيك. فهمت انا بتكلم معاك في ايه؟ فهم كده كده هم في القلب. انت اي خطوه تاخدها في حياتك هم الاساس فيها. فاهم؟ هم اللي اهلوك، فتره التاهيل خلصت. فاهم؟ انت مثلا ايه سي مثلا مدربك قاعد يمرنك، دخلت بطوله خسرت كسبت، ما تجيش تقول السبب في مدربي. لا، فاهم؟ هو انت. مدربك عمل اللي عليه معاك خلاص واهلك للحياه، اهلك للبطوله. فهمت؟ فالنتيجه دي بتاعتك انت مش بتاعت المدرب. فهمت اللي انا بتكلم معاك فيه؟ فهم خلاص اهلك اهلوك من سن ما اتولدت لغايه ما دخلت موسوعه الشباب. عدوا معاك سن المراهقه والطفوله وكل حاجه كانت يعني غلط في حياتك بتعملها، ووقفوا جنبك لغايه ما انت خلاص اتخرجت واشتغلت، او حتى اشتغلت وانت بتتخرج وانت في الكليه. فالقصد ان انت خلاص انت ملك نفسك وقرار نفسك، محدش ليه دعوه بيك. بس لان لو غلطت انت بتشيل تمن غلطتك، ولو عملت حاجه صح انت اللي بتشيلها برضه، مفيش حد هيشيل مكانك. بس الموضوع بينتهي على كده. طب تمام، اخر نقطه بقى نتكلم فيها. نقطه 5 كوتشنج. ليه 5 كوتشنج وليه المبدا ذات نفسه؟ بص، 5 كوتشنج اساسها بالنسبه لي انها كانت 5 محاور. انا كنت قاعد مع حد عزيز عليا جدا، هو في نفس المجال بتاعي، مش كتدريب، هو في نفس المجال كلايف كوتش عامه. فاحنا كنا بنتكلم في المحورين او 3 محاور، وهو اللايف كوتش وانا كتغذيه ورياضه. فجه قعدنا نتناقش، فقال لي ما نيجي نتكلم عن يعني يبقى المحور بتاعنا محاور عجله الحياه، اللايف ويل. فقلت له جميل اللايف ويل. فاللايف ويل عباره عن سيركل مقسمه. ففي مدارس قسمتها ل10، في مدارس قسمتها ل8. فقلنا ان احنا نتبع مدرسه دماغنا ونعمل حاجه مختلفه. وقسمنا اللايف ويل بشكل ان انت هتقدم نفس المحتوى ولكن كمسمى مختلف. فسميته 5 كوتشنج، ال5 محاور، اللي هو انت عندك بيزنس كوتش، وعندك اللايف كوتش، وعندك الهيلث كوتش، وعندك طبعا الكوتش اللي هو الفيتنس كوتش، وعندك في وغير بقى اللي هو الجانب الروحاني اللي هو الشيوخ عامه. او ان انت هتلاقي مثلا حد بيأهلك لحياتك. هو فكره كوتش ان هو بيديلك زي روشته تمشي عليها في حياتك. يعني مثلا تعال نتكلم عن الجانب الروحاني، يقول لك يا حبيبي انت كل المطلوب منك صلي ال5 فروض وادعي ربنا، صح؟ طب يعني لما اصلي ال5 فروض وادعي ربنا خلاص كده انا مشكلتي اتحلت؟ هيقول لك لا، بس انت لما تعمل كده ربنا هيحل لك مشكلتك. ده الجانب بتاع الروحاني. طب لما يجي اتكلم معاك في الجانب الجسدي، هيجي لك الكوتش يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، فما هيمشي، هو مش هيعمل لك، هو بس بيعرفك تعمل ايه. بيزنس يقول لك انت مثلا ادرس كذا وخش كذا واعمل كذا. ففكرة كوتش نفسها هي فكرة ان هو بيدي لك روشته، بس انت عليك انك تطبق الروشته ديت. بس الموضوع مختلف جدا عن اي حاجه تانية. هو بيقول لك تعمل ايه، انت عملت هتكسب، عملتش هتخسر، هتبقى زي ما انت. فانا لعبت على لايف كوتشنج، لعبت على اللايف ويل اللي هو ال5 كوتشنج. وسبحان الله كنت يعتبر اول حد في بورسعيد عمل فكره البودكاست، ان احنا يعني كشكل استوديو بقى ومايكات وتصوير والكلام ده. ويمكن كان ظروف صعبه اللي خلتنا نقف، واعتذاري للناس اللي صورت معاها وحلقتها ما نزلتش لغايه النهارده، مع ان مر على الكلام ده اكتر من 1.5 سنة.
فبس والله كانت يعني السبب اللي خلاني اقف كان سبب صعب شويه. وكان دايما والله ساعات بحس باحراج قوي لما بقابلهم. احنا قعدنا وتعبنا وصورنا وعملنا وعدينا بكميه حاجات، اللي هو تلبس البتاع ده وعايزه تستخبى في اي حته. بس انا عشان في بينا علاقه كويسه يعني. احنا في الفتره احنا وقفنا فيها انا جالي 6 حالات وفاه، منهم جدي وننتي ورا بعض. فكان ليهم اثر سلبي جدا في حياتي ان هم مشيوا وسابونا وانا كنت بقى من كتر دخولي المقابر في الفتره ديت فاصلا نفسيتي كانت وحشه جدا. فما كنتش اصلا متاهل ان انا اقعد على الكمبيوتر او ان انا اقعد واظبط حلقه واظبط مواعيد نزولها وابقى عندي نفس الطاقه والحماس. ويوم ورا التاني ورا التالت انت اتشغلت في الحياه بقى خالص. فالموضوع بس كان محتاج مني صبر والله، وان ما اخليش العوامل المؤثره اللي حواليا تخليني اقف عن حاجه انا بحبها. بس مش هينفع نرجع الماضي، بس تقدر تبني من اول وجديد، تقوم من اول وجديد، تشوف انت غلطت في ايه زمان وتبدا تبنيه من اول وجديد. هو الماضي موجود واحنا بنتكلم فيه، بس اللي في ايدينا النهارده هو الحاضر، واللي نقدر نغيره بكره مستقبل بس. ان شاء الله هتبقى عودة حميدة ان شاء الله. ان شاء الله. وانا عامة مستنيك. كده انا مستنيك يعني. مع بعض يا حسين والله. انا متفائل جدا بالحلقة وحاسس ان احنا اتكلمنا في افكار كثيرة. كانت مشكلتنا ان احنا ما كناش عارفين نربط فكرة البودكاست مع فكرة التغذية، بس لقيتها رابطة حلوة هي. الحمد لله. فأتمنى ان هي تكسر الدنيا، وانا واثق بإذن الله. وأتمنى منك النجاح في مستقبلك فايف هيستوري. واللي ما يعرفوش الناس ان انت كنت جزء من فايف كوتشنج، كنت جزء فعال وجزء قوي. وانا من ساعه ما عرفت موضوع الفايف هيستوري عامه وان انت هتكمل مسيره البودكاست انا فرحت وانبسطت جدا. وكنت حابب ان انا اكون في من الحلقات بتاعتك ان انا اغير محوري واغير الكرسي بتاعي. والله انت تيجي في اي وقت، ويعني انت اخويا اصلا حبيبي حسين. وبجد يعني يمكن فايف كوتشنج اصلا هو اللي خلاني عندي الهام في فكره فايف هيستوري. بس الفايف بتاعتي غير الفايف بتاعتي عشان نبقى واضحين. بس كلها خمسات كلها خمسة. مش مشكله عشان العين وكده برضه. انا موافق. والله اتبسطت في الحلقه معاك جدا. واصلا كده ولا كده احنا مع بعض. بص بقول لك ايه، احنا هاجي لك الجيم عامه هتمرني يا عم. اهلا وسهلا، جيم منور بيك اخويا. وكده احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا. استنونا في يوم جديد واستنونا في حلقاتنا عادي. وكان معاكم حسين عادل، كوتش مازن وليد، واشوفكم في حلقه تانية. سلام.